النهارده بقى احنا في البلد هنقدم لكم اكله محشيات مع مكرونه معايا بقى بنت خالتي وهي اللي هتعمل النهارده. انا النهارده مع هبه وهعمل لكم مكرونه بالبشاميل. طبعا المكرونه اتسلقت ورشين عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وعندنا جبنه موتزاريلا، وعندنا البشاميل. طبعا الطريقه بتاعته مدام هبه قالتها اكتر من مره. فاحنا هنبدا دلوقتي في الرص والعصاج. احنا هنبدا دلوقتي بالبشاميل. البشاميل حلو ما شاء الله يا رنا. ما شاء الله مظبوط. تفصيله الملح والفلفل الاسود. احنا بقى الجمعه الجايه ان شاء الله هنجهز لكم عيش، وهنعمل بقى مع خبيز العيش اكله حلوه كده نحطها في الفرن. ما بتحبيش تقلبي المكرونه مع شويه بشاميل؟ بعملها، بس بعملها في النص كده، احط بشاميل ربطة بشاميل عليها. طبعا بقى لا يعلى عليكي، يعني مش ازاي بقى؟ لا ازاي. كفايه؟ لا لسه شويه. ما تخليهاش قوي يا رنا. ما هي اصل الصينيه ضيقه. ضيقه هتاخد صينيه. ماما ايه ده؟ العصاج رانيا عاملاه الصلصه بتاعته مش كتيره قوي كده، بيبقى احلى. يبقى طعم احلى بكتير. وفي من غير صلصه. في ناس بتحبه من غير صلصه خالص، لا بس هو بصلصه بسيطه بيبقى احلى بكتير. وكمان لو مقطع عليه قرن فلفل حامي. عشان الولاد بقى. الولاد دلوقتي بقوا بياكلوا كل حاجه يا هبه. ما بيحبوش السبايسي قوي، وانا اطفال صغننين خالص. تسلم ايدك. زودي شويه هنا على الخروف عشان تيجي الحلل بتاعت الارياف الجميله زمان. شغل زمان بتاعت مامتي ومامتك بقى. طيب الطبقه بقى دي هنزود لها شويه بشاميل. زيدي بقى. احنا النهارده عاملين محشيات مشكله، بس طبعا الاطفال بالنسبه لهم المكرونه البشاميل دي هي العيش. فاحنا عاملينها بقى عشان الاطفال والله وكبار برضه يعني. بيحبوها برضه جدا. بقى البشاميل والجبنه. تحبيها تخينه شويه يا رانيا؟ لا مش تخينه، بس يعني يبقى الجزء اللي تحت زي الجزء اللي فوق. يلا كفايه. ريحة المكرونة تجنن. عاملين بقى الفراخ الباستا دي معانا تغيير عن الفراخ المسلوقه المحمره. الفراخ بقى دي يا رانيا بطريقه ماما. لا جميله. تسلم ايديك. احلى واحده تعمل فراخ كلباستا ماما، ربنا يديها الصحه. ماما باي باي يا ماما. اهم حاجه فيها ايه بقى؟ اول ما تحطيها تلسعيها، عارفه اللسعه؟ وبعد كده تحطي لها الميه تاخد تشويحه تدي بقى اللون الحلو. دي كده بصي اللون ده كده من غير فرن، ده كده على البوتاجاز عادي من غير فرن خالص. اسهل. دي بقى اللحمه راني لا حاجة كده. اللحمه سلقناها حمرناها. الطبيخ التقليدي بتاع الارياف، الاكل القديم بتاعنا النهارده. احلى حاجه. ده طعم خير بلدنا. ايوه.
تغيير يعني. بنزهق من الأكلات الجديدة نرجع للقديم، نزهق من الأكلات القديمة نروح للجديد. تسلم ايديكي يا رنا. تسلم ايديك يا هبه. وده كان يومنا، وده الغدا، وبالهنا والشفا. باي باي. باي.